هو حل العند؟ أول لما الطفل بتبتدي شخصيته ملامحها تبان وتتطور بيبدأ يكون مواقف تجاه كل حاجة وكل فكرة، وعادة الموقف ده بيكون الرفض. أول كلمة بيقولها البيبي بتكون دقة أو لأ أو نو أو يعمل راسه كده. وطبعا احنا بنترجم عدم استجابته لتوجيهاتنا في كلمة العند. طيب بعد مقدمة علم النفس دي الحل ايه يا ست الكل؟ الحل السحري قلته وبقوله وهفضل اقوله. حل العند انك تصاحب ابنك او بنتك، صاحبوا ولادكم مهما كان عمرهم، وحسسوهم انكم فاهمينهم اكتر من نفسهم. ده عايز مجهود، وعايز مجهود جبار كمان، بس هو ده المدخل اللي هنعرف ندخل لهم منه. طيب علاقة الصحوبية دي على كل المستويات بتكون محتاجة صيانة. يعني ايه؟ يعني انك تسمع وتحتوي وتبسط. واجمل نتيجة ممكن تحصل عليها من العلاقة الجميلة دي، غير طبعا القرب من طفلك، هي انه ممكن لما يكبر شوية هياخد باله منك، وهيبقى عايز يسمعك او يسمعك ويحتويكي. صاحبوا ولادكم، جربوا معايا والله مش هتخسروا حاجه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس هل بتعرفوا تصاحبوا ولادكم ولا لا، ولو في تريكس معينه بتعملوها علشان توصلوا لده. وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.